عارف محمد شريف لو وقع على نادي الزمالك انا مش هزعل منه، لا هزعل على ادارتنا. ليه بقى؟ عشان ادارتنا هي اللي هتفرط في محمد شريف. محمد شريف عقده انتهى مع فريقه، ومحمد شريف دلوقتي فري، يعني يقدر يمضي لاي فريق، والزمالك قدم له عرض. فلو النادي الاهلي ما قدمش عرض لمحمد شريف، فاحب اقول لك ان محمد شريف رسميا في نادي الزمالك، وساعتها احنا كجمهور النادي الاهلي مش هنقدر نلومه. ليه بقى؟ لان اداره النادي الاهلي ما قدمتلوش عرض، يعني يفضل مستني اداره النادي الاهلي لما تقدم له عرض، وفي الاخر مستقبله يضيع عشان ما يلعبش نادي الزمالك. فمن واحد اهلاوي بقول لمحمد شريف، لو النادي الاهلي ما قدملكش عرض روح نادي الزمالك، واحنا مش هنكرهك، هنفضل في ظهرك وهنفضل نحبك، لانك عملت اللي عليك وكنت مستنى عرض من النادي الاهلي، واداره النادي الاهلي هي اللي مش عايزاك، فما نقدرش نزعل منك. بس احنا زعلانين عليك ان انت مش هتلعب في النادي الاهلي، مش اكتر ولا اقل. نادي الزمالك بيفاوض محمد شريف ان هو يلعب معاه، واحب اقول لك ان النادي الاهلي لو ما قدمش عرض لمحمد شريف فرسميا محمد شريف في نادي الزمالك، وساعتها مش هنزعل من الصفقه، لانك ما خطفتش مننا محمد شريف، وما تطلعش تهلل ساعتها وتقول لي انا خدت منك محمد شريف، لان ساعتها مش هبقى عايزه، فمش هيفرق معايا. بس كده، يلا سلام.